الآب والابن والروح القدس لا إله واحد آمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وظهر الدهور آمين. بنعيد النهارده بعيد سيدي من الأعياد السيدية الصغرى، هو أحد توما. ولأجل الأهمية بتاعة توما أو الموقف بتاع توما، الكنيسة عملت الموقف ده عملته عيد سيدي من الأعياد السيدية الصغرى السبعة. المسيح ظهر للتلاميذ يوم الحد اللي فات يوم العيد، وخلي بالكم ان المسيح لما قام من الاموات قام بالجسد الجديد، يعني مش جسد مادي بقى، قام بالجسد الروحاني او الجسد الممجد. المفروض يطلع السماء على طول، يقعد على الارض ازاي؟ ما لا بياكل ولا بيشرب ولا بينام ولا كلام من ده. الجسد الجديد اللي احنا هناخده لما نطلع السماء برضه. فالمفروض كان المسيح يصعد للسماء على طول، ولكن قصد انه يقعد 40 يوم على الارض. ليه؟ عشان يأكد قيامته. فلما دخل على التلاميذ يوم الحد اللي فات، اول ما دخل طبعا التلاميذ اتخضوا، بصوا لقوا في وسطيهم والبيبان مقفله كلها، بصوا لقوا المسيح في وسطيهم. اول حاجه عملها المسيح قال لهم بصوا، شوفوا اثر مسمار، شوفوا اثر الحربه اللي في جنبي. ليه المسيح عمل كده؟ اول ما دخل عمل لهم كده عشان يعرفوا ان اللي اتصلب هو ده اللي قام دلوقتي قدامهم. ما هو جايز واحد تاني جاي لهم، اي ظهور تاني. فالمسيح هنا بيأكد القيامه، ان اللي اتصلب ومات هو اللي قام. ودي تهمنا طبعا، لأن لو المسيح اتصلب ومات وخلاص نحن أشقى جميع الناس. بولس الرسول قال كده، قال لك لو لم يكن المسيح قد قام فنحن أشقى جميع الناس، لأن المسيحية مبنية على القيامة، مش مجرد المسيح شال خطيته واتصلب ومات. ما هو مات يبقى الخطية غلبته والشيطان غلبه، لكن كون انه قام فهو حمل خطايانا وقام غالب الشيطان وغالب الخطية. فعشان كده المسيح لما دخل على تلاميذه يوم الحد اللي فات، أول حاجة عملها فلما قال هذا أراهم يديه وجنبه ففرح التلاميذ إذ رأوا الرب. فرحوا. يا سلام، بعد الهم اللي احنا شفناه ده وبعد مناظر الصليب الفظيعة انت حي قدامنا، فرح ايه ده؟ دي نقلة من موت للحياة على طول، ودخلت فيهم القيامة. بس بيقول هنا ان التلاميذ كانوا قافلين على نفسهم وخايفين. طبعا انتوا عارفين هول احداث الصليب كانت مرعبة جدا، وكان في سيطرة فظيعة من اليهود لدرجة أثروا على بيلاطس. كلنا طبعا عشنا الحاجات دي في أسبوع الآلام. فكان الخوف مال التلاميذ وخيبة الأمل. المسيح اللي عشنا معاه وعمل معجزات وكنا عايشين معاه ليل مع نهار وشفنا قوته، وتلميذي عمواس يقول كنا نترجى ان هو ده اللي يخلص اسرائيل. بصوا لقوه بهذا المنظر الضعيف في وقت الصليب، فكانت صدمة. والموت صعب، لما المسيح مات كان امر صعب على التلاميذ. فكون ان يحسوا بالقيامة ده امر كبير مش سهل. فأول حاجة ده لما عملها المسيح وهم قاعدين خايفين وقافلين على نفسهم، أول ما دخل المسيح قال لهم سلام لكم. السلام عكس الخوف. المسيح هنا بينزع منهم الخوف، وسلام المسيح مش كلمة سلام لكم سلام عليكم، لا، ده سلام المسيح عطية. حتى المسيح لما جه بعت تلاميذه قال لهم لما تدخلوا بيت
ادوا سلام، لو كان هناك ابن السلام يحل، يعني بتعدوا حاجة يعني، ما تخش بيت القوا السلام، لو كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه. فالسلام بتاعنا ما هوش سلام كلمة يعني أو لفظ، لا، عطية. فالمسيح هنا أول حاجة اداها لهم عطية السلام عشان ينزع الخوف، وأكد قيامهم وراهم إيه؟ أثر المسامير. ما كانش توما بقى موجود معاهم يوم الأحد اللي فات. توما لما جه سمعوا بقى أخبار القيامة وتلميذي عمواس ومريم المجدلية وكل الدنيا، وقعد بينتشر الخبر إن المسيح قام، المسيح قام، مع إن اليهود كانوا عمالين برضو ينشروا إن المسيح ما قامش، المسيح ما قامش، ده تلاميذه سرقوه. فجه توما رجع زي تلميذي عمواس كده لما رجعوا، فلما دخل قالوا له، فلم يكن معهم توما، فقال له التلاميذ قد رأينا الرب، احنا شفنا ربنا. فقال لهم إن لم أبصر في يدي أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. طبعا احنا المنظر ده بيضايقنا شوية، يقول لك ايه الشكاك ده. على العموم توما الشكاك ده أو إمام الشكاكين ده عشان أي إنسان بعد كده يشك خلاص يخلص من الموضوع ده. هنا توما عمل موقف، والموقف ده يخلص أي إنسان يشك بعد كده. فتوما قال لهم أنا لازم أشوف بنفسي. اشمعنى أنتم المسيح وراكوا أثر المسامير ووراكوا الحربة لما جالكم، طب اشمعنى أنا؟ طب أنت هتروحوا المسيح قال لهم أنا زي ما الآب أرسلني أنا هرسلكم تبشروا في العالم. هيطلعوا يبشروا في العالم يقولوا أن المسيح قام، تطلع ناس تانية هراطقة ولا اليهود يقولوا لا ده ما قامش، يقول لا ده احنا ده قام وشفناه وجسنا أثر المسامير وأثر الحرب ومتأكدين أنه قام. طب توما قال لهم أنا عايز أتأكد زيكم، ما أنا هطلع أبشر أنا كمان، مش تلميذ للمسيح هيطلع يبشر، هيقول للناس المسيح قام، إيه دليله؟ فتوما هنا الموقف بتاعه مهم جدا، عشان لما يطلع يبشر هو كمان عن إيه؟ عن يقين ومتأكد. وزي ما قلت لكم ان المسيح قصد يقعد 40 يوم عشان يأكد القيامة، لأن أحبائي زي ما بقول لكم على مدى العصور حتى لغاية النهاردة في ناس لا تؤمن بالقيامة، وعندهم قيامة المسيح ده أمر صعب جدا، ونفس اليهود لغاية النهاردة. لكن إحنا كمسيحيين بدون القيامة ولا حاجة، القيامة أساس المسيحية. فعشان كده كان لازم المسيح يأكد القيامة 40 يوم. ونقعد نقول بقى الظهورات وظهر الفلانة وظهر مين وظهر مين، ليه الكنيسة بتقعد تقول الظهورات؟ ده احنا بنقعد نعد حوالي 11 ظهور بس، هم دول بس، ده 40 يوم عمال يظهر ويقعد مع تلاميذه، وكان كل شوية يقعد مع التلاميذ يشرح لهم الأمور المختصة بملكوت السماء، وتأكدوا تماما إن المسيح قام، تأكدوا تماما. أم لما يطلعوا يبشروا، ما هو أصل التلاميذ دول كانوا بسطة قوي على فكرة، يعني صيادين سمك وكلام من ده، فلما يطلعوا يقولوا للعالم ده المسيح اتصلب وصلبوه وآثار الصلب الفظيعة ديت وبعدين قام من الأموات، يقول لهم أنتوا يا جماعة أنتوا ناس صيادين سذج. لا، ده احنا متأكدين، ده احنا شفناه بعينينا، ده احنا لمسنا اثار الجروح. فتأكيد القيامة امر هام جدا عشان الهراطقة وعشان الناس اللي ضد القيامة. والدليل الاكتر من كده ان التلاميذ ان كانوا حتى دولت 11 تلميذ، طب يعني لو كانوا هم زي ما بيقول اليهود سرقوا المسيح وخبوه
وبيقولوا ده المسيح قام، هيقعدوا يكرزوا بكذبة؟ طب ما فيش واحد منهم. طب مسكوهم قعدوا يضربوهم ويجلدوهم ويعذبوهم، يقولوا لهم ما تقولوش كده. لا المسيح قام، احنا متأكدين. طب هنقتلكم، اقتلونا، لكن انا متأكد. لو كانوا هم بيكرزوا بكذبة هم متفقين عليها، كان هيضعفوا، يعني يجي يعذبوا. انا على ايه بقى اتعذب عشان كذبة انا اللي مخبيها؟ لا، دي مش كذبة، دي يقين وتأكيد. اذا المسيح قعد 40 يوم مخصوص عشان كده. شوفوا بقى الحد اللي بعده. خلي بالكم المسيح ظهر يوم الحد، يوم القيامة، والحد اللي بعده، الحد هنا اللي هو اليوم الثامن. والحد أصبح هو العيد بتاعنا. كان زمان في العهد القديم كان السبت، مش كده؟ والسبت ده رمز للحد، لما يجي الحد يبطل الرمز ده. ليه السبت كان مقدس في العهد القديم؟ لما المسيح لما ربنا خلق الخليقة، وكل شيء خلقه جميل وكل شيء حسن. خلق الطيور والحيوانات والمية والبحار والشمس والقمر، وآخر حاجة خلق الإنسان على صورته ومثاله، وكل شيء حسن وجميل. فيجي في اليوم السابع اللي هو السبت، في اليوم السابع استراح الله. مش تعب يعني واستراح، لا، حاجة جميلة، مرتاح. أنا كده ارتحت، والله كان مرتاح ومبسوط للخليقة الجميلة بالنور اللي عامله، نور الشمس ونور القمر والحاجات الحلوة ديت اللي خلقها ربنا. لغاية ما الإنسان أخطأ وابتدى يعيش في الخطية، ولوث الخليقة ولوث الأرض، وبقى كل حاجة بقت فيها الخطية، والشهوات ركبت كل المخلوقات. قام جه المسيح لما مات على الصليب وقام، ادانا حياة جديدة. ده يوم الحد بقى، فاستراح الله. هنا الراحة الجديدة. استراح ليه المسيح؟ أنا كان خلاص خلصت الإنسان، ما أنا كنت جاي عشان كده. أنا خلصت الإنسان ونقلته من الموت للحياة، وشلت عنه إيه؟ سم الخطية ده. وقام المسيح، أين شوكتك يا موت، أين غلبتك يا هوى. يبقى هنا يوم الحد أصبح اليوم المقدس الذي فيه استراح الله، الراحة الجديدة. إيه راحة ربنا في اليوم الحد؟ إنه خلص الإنسان من إيه؟ من الخطية ومن الشيطان. فيبقى السبت كان إيه؟ رمز للحد. عشان كده يوم الحد ده اليوم الإيه؟ يوم المقدس بالنسبة لنا، ويوم الرب. توما ما كانش موجود معاهم يوم الحد اللي فات. خسرت يا توما. ما هو انت لما تغيب عن الكنيسة وتغيب، ما هو التلاميذ المجتمعين دول فهم دول الكنيسة الأولى، هم دول أول الكنيسة. توما ما كانش موجود. جه المسيح قال لهم سلام، خسر السلام. المسيح نفى في وجوههم، خسر. المسيح قال لهم جسوني، خسر كل الكلام. طبعا أي واحد يغيب عن الكنيسة خسران. أي ناس موجودة في المنطقة هنا ولا في الجامع وما بيحضرش القداس، خسران خسران. ده كفاية إن إحنا قدام الذبيحة جسد حي ودم محيي، والله نفسه على المذبح، وبنتناول ناخد المسيح الحياة، وبنقعد نسمع قراءات من الكتاب المقدس وصلوات وحاجات. خسارة الناس اللي ما بتحضرش القداس. ولا إنسان يجي متأخر مثلا، اللي جاي متأخر في آخر القداس ده فاتوا حاجات كتير، خسران. خسران القراءات، خسران العزة، وخسران كل الصلوات، يكفي إنه خسران زفة القيامة المفرحة دي كلها. فأي إنسان كان مش حاضر هو خسران زي توما. بس خلي بالكم إن المسيح ما بيعاملناش على حسب أخطائنا. المسيح حلو وجميل. تعرفوا المسيح طبعا شاف توما قال ايه، بس يعني لما جاله ما عاتبوش على فكرة. قال له كده يا توما تشك برضه؟
ده انت تلميذ، ما قالوش الكلام ده. ولكن المسيح كان سامع نفس الكلام اللي قاله توما بالظبط. توما قال لهم ايه؟ قال لهم ان لم ابصر في يدي اثر المسامير واضع في اصبعي اثر المسامير. يوم الحد اللي بعده جه المسيح، واول ما دخل المسيح قال لهم سلام، قال له تعالى يا توما، هات اصبعك الى هنا وانظر يدي، وهات اصبعك وضعه في جنبي. وكأن المسيح كان حاضر سامع توما، انت مش بتقول كده؟ طب تعالى يا حبيبي شوف. يبقى هنا المسيح بيعمل ايه؟ بيعالج توما، بيعالجه، مش بيحبطه، مش بيقول له انت غلطان. وجاي المسيح الحد اللي بعده ده جاي عشان توما مخصوص. يا سلام، جاي لتوما مخصوص. قال ده انسان واقع في الشك لازم انقذه، ده انسان واقع في الشك لازم انقذه، ده تلميذ. كلكم تلاميذ لله. دايما المؤمنين بيطلق عليهم تلاميذ، انت تلميذ وانت تلميذ وانت تلميذ، كلنا تلاميذ. فالمسيح ما بيسيبش حد فينا. يا ما بنغلط، يا ما بنشك، يا ما، ولكن يجي المسيح يطبطب علينا يقول لي مش كفايه كده، طب تعالى انا هديك الحياه، انا هديك القيامه. خطيتك ديت خلاص سيبها علي انا، علي انا، دمي يطهر من كل خطيه وبلا عتاب. فهنا المسيح جاي يفتقد توما مخصوص، فرد جاي يفتقده مخصوص. فالمسيح جه الحد اللي بعده ووقف في وسطهم وقال، هنا الحد اللي بعده يعني اليوم الثامن. كلمة ثامن ديت خلي بالكم، كلمة ثامن دي برضه معلش في شوية حاجات كده لازم نبقى عارفين، دي أساسيات. أيام الأسبوع 7 مش 8. ولما تعد لغاية يوم السبت ده اليوم السابع، تيجي بقى اليوم اللي بعده ده الثامن. ده مش من الأسبوع، مش من الأرض يعني، مش من أيام الأسبوع، مش من الزمن بتاعنا. اليوم الثامن ده يخص الفوق السماء، يخص الحياة الأبدية أو الحياة الأخرى. عشان كده دايما يطلقوا عليه الثامن، يعني يوم الحد ده يطلقوا عليه الثامن، ما يقولوش إيه أو الأول أسبوع يعني، لكن ده الثامن. كلمة ثامن يعني مش من أيام الأسبوع، يعني مش من الإيه، من الزمن الأرضي. ده الثامن ده يخص الإيه، الحياة الأبدية ويخص القيامة والحاجات دي. عشان كده هنا الكتاب يقول لك ايه، وبعد 8 أيام. حتى الختان في العهد القديم كان برضو في اليوم الثامن. ثم قال لتوما، هات يا توما اصبعك الى هنا وانظر يدي، وهات يديك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. طبعا توما يعني ايه يا توما الطلب اللي انت طالبه ده؟ ايه يا توما ده؟ هتحط ايدك في الجراح؟ معلش، هو في موقف عايز يتأكد، بس ايه انت تلمس ده المسيح هنا في القيامة حاجة تانية خالص. ولكن الله في اتضاعه يسمح انه يبقى انسان عادي. حتى زي ما قلت لكم ان المسيح هنا قام بالجسد الممجد، لكن برضه ايه، بيكثف جسده يخليه ملموس عشاننا وعشان توما وعشان اي حد فينا. ومره دخل لهم عندهم ما بياكلش ولا يشرب، لكن كل ده عشاننا برضه. فالله يتنازل من اجل الانسان لانه بيحب الانسان. يقول لك لذتي في بني البشر، بيحب الانسان وعايز خلاص الانسان، وبيدور عليك وعليك 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 وعلى كل انسان، ويجي مخصوص يفتقدك انت بفرض. فتوما طبعا قدام الموقف ده جاي يلمس المسيح، صرخ ربي وإلهي. الله اتنقل بقى هنا من الشك لليقين، ربي وإلهي. بس خلي بالك المسيح
استغل الموقف ده وادانا احنا بقى، ادانا احنا نصيحة. قال له يسوع: لأنك رأيتني آمنت يا توبة، لذلك طوبى للذين آمنوا ولم يروا. طوبى للذين آمنوا ولم يروا. يا ريت كل واحد شكاك يصرخ زي تؤمة كده يقول له رب وإله. لكن احنا عمرنا ما نشك، لأن احنا آمنا على إيمان إيه؟ التلاميذ والرسل اللي هم عندهم يقين وشافوا ولمسوا. وإيمان الكنيسة كله مبني على إيمان الرسل اللي هم شافوا وحسوا الآثار ومتأكدين تماما. واحنا كمان عايشين بهذا الإيمان، بدليل إن بيجي لنا اضطهادات واستشهاد وما بننكرش الإيمان. ده في على مدى 2000 سنة أيام الكنيسة مرت بظروف صعبة، إن كان من الرومان ولا من الحكم العربي، ياما شافت الكنيسة واضطهادات غبية، ولكن ما بنشكش لأن عندنا يقين، أصبح لنا إيمان. طوبى للذين آمنوا ولم يروا. فإحنا نعيش هذا الإيمان دون أن نرى، ولكن عندنا يقين نعيش به، نشهد للمسيح كل يوم ونمجد المسيح الذي قام غالبا الموت وأعطانا الحياة الجديدة. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.